شايف المبنى ده وده وده المباني دي كلها اللي بنتها ست وست عربية كمان. يمكن أغلب الناس تسمع اسم زها حديد بس محدش يعرف هي عملت ايه فعلا. ست عراقية غيرت شكل العمارة في العالم كله، وكانت أول ست تاخد جايزة براتسكر، دي تعتبر جايزة نوبل في المعمار. مشاريعها كانت دايما بتكسر كل القواعد، دي وصلت لأن هي كانت بترسم متاحف ومطارات وتركز إن هي تعمل تحفة فنية مش كتل خرسانية زي ما للأسف بقينا بنشوف كتير قوي. عملت مركز حيدر عليف في أذربيجان، المبنى اللي شكله بيجري بانسيابية رهيبة، وجاي اسباخ تشامبر ميوزك هول. ده اتبنى ازاي اصلا؟ كل مشروع كانت بتعمله كان بيحكي فكرة. يمكن عشان كده كنت حابة احضر اللونش من المرحلة الجديدة من بيبي دي، مشروع من PRE جروب اللي فيه زها تاورز، اول مرة تصميم لزها حديد في مصر. نفسي اشوف هيبقى عامل ازاي، خصوصا انه مستوحى من الطراز الفرعوني والحضارة المصرية. البرجين دول جزء من بيج بيزنس ديستريكت، مشروع على اكتر من 48 فدان، هيساعد المستثمرين في كل القطاعات، في مكاتب ومحلات وعيادات وفنادق. ومع المرحلة الجديدة ماسيف اللي بتضم 17 مبنى إداري ذكي، تصميم حديث وتشطيب لوكجيريس. وعشان أنا في الأساس مهندسة، فأنا النهاردة لما أبص على زها تاورز بشوف أكتر من البرجين، بشوف امتداد لفكر زها حديد، وبشوف جرأة PRE جروب إنها تطبق الفكر ده في مصر. النهاردة قيمة المشروع كبيرة ومؤثرة بالشكل ده. شوف كمان كام سنة حجم الاستثمار هيبقى عامل إزاي، خصوصا إنه في القاهرة الجديدة وبيربط بين كل الطرق والمحاور الأساسية. في رأيي ده مش إنجاز معماري بس، ده إشارة لفصل جديد في شكل القاهرة. زها تاورز في بيج بيزنس ديستريكت، لما المعمار يبقى فن والفن يبقى استثمار.